السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. الكيس اللي قدام حضراتكم ده لسه واصلني حالا، بعتهولي صديقي الصياد رمضان أبو عامر. موجود فيه عينات لنوع ثعبان بيعد من أجمل أنواع الثعابين الموجودة عندنا في مصر. والحقيقة النهاردة هستخدم جوانتي للنوع اللي موجود معانا ده. والحقيقة مش هستخدم الجوانتي ده لأن هو نوع سام أو نوع بيشكل خطر، بل بالعكس هو نوع غير سام نهائيا ولا يشكل أي خطر، ولكن عنده مشكلة. يعني هي وسيلة الدفاع الوحيدة اللي بيستخدمها. وسيلة الدفاع الوحيدة اللي بيستخدمها إن النوع ده بيعض، ولكن للأسف العضة بتاعته الأسنان بتخرج في الإيد. يعني لما بيعض أي عضة هو عنده كمية أسنان كتيرة جدا، فبالتالي أي عضة بيعضها بنبص نلاقي كمية أسنان 5 6 7 ممكن إن هما يخرجوا في الإيد، فبيسبب جروح مكانها وبيسبب بعض الألم. فالحقيقة أنا في غنى عن ده، وخصوصا لما يكون معانا أكتر من عينة. طب تعالى نشوف إيه هو التعبان اللي موجود معانا النهاردة. اللي قدام حضراتكم دي عينات من ثعابين السندبوة أو الدساس الصعيدي. طبعا فيهم عينات أحجامها كبيرة جدا. يعني معانا هنا زي ما حضراتكم شايفين دي أكبر عينة الحقيقة شفتها خلال الفترة الأخيرة. طبعا في عينات أكبر منها، ولكن دي بتعد من أكبر العينات. طبعا النوع ده زي ما قلت لحضراتكم هو نوع غير سام نهائيا، ولكن النوع ده بيدافع عن نفسه عن طريق العض. احيانا لما بيحس بالخوف او بيحس بالخطر بيبدأ ان هو يعض، ودي وسيلة الدفاع الوحيدة اللي بيقدر ان هو يستخدمها. فعشان كده انا لابس الجوانتي ده. النوع ده بيسمى السندبوة او الدساس الصعيدي. وبيسمى الدساس الصعيدي لان احنا عندنا نوعين من الدساس موجودين في مصر. نوع منهم متواجد في خط الصعيد، يعني نقدر نقول بداية من الفيوم ونزولا الى نهاية الصعيد، فعشان كده بيطلق عليه اسم الدساس الصعيدي. والنوع الثاني وهو الدساس البلدي، وده بيتواجد الناحية دي يعني في اسكندرية، بيتواجد في كفر الشيخ، في الأجزاء الساحلية لساحل البحر الأبيض المتوسط. والنوعين يعتبروا من نفس العائلة ومن نفس الجنس، ولكن بيكونوا نوعين مختلفين عن بعض. ولكن هم نوعين مختلفين، يعني هم من نفس الجنس ولكن نوعين مختلفين. عشان كده واحد بيسمى الدساس البلدي وواحد بيسمى الدساس الصعيدي. وطبعا في حاجة انا شايفها هنا، دي اول مرة اشوفها، معرفش ده اذا كان ورم او ايه موجود فيه، ولكن حابب ان انا اقول بعض المعلومات عن النوع الموجود معانا. طبعا كل واحد منهم ابتدى يشق طريقه وابتدى ان هو يسرح، فعايزين نجيبهم هنا عشان نشوفهم جنب بعض. دول 6 قطع، 6 قطع من الدساس الصعيدي. طبعا الجوانتي مخلي الموضوع صعب شوية في المسك لان الجوانتي تخين، ولكن انا بحاول ان احنا نشوفهم قريبين من بعض. فهنا دول 6 قطع، فيهم قطع زي ما حضراتكم شايفين كبيرة جدا. وزي ما ذكرنا النوع غير سام نهائيا، وبيطلق عليه اسم الدساس او السندبوة لان النوع ده من الانواع اللي بتدفن نفسها تحت التراب، بيعيش في التراب. النوع ده ايضا من الانواع اللي بتتوالد، يعني من الانواع اللي بتحتضن البيض في داخلها لحين ميعاد الفقس. ولكن النوع ده فيه حاجتين بيميزوه عن باقي الانواع اللي موجودة عندنا في مصر. رقم واحد زي ما قلت لحضراتكم ان النوع ده من الانواع اللي هي بتتوالد، يعني بتضع صغارها على هيئة ولادة. ولكن في حاجتين تاني غير الحاجة ديت، ان النوع ده من الانواع اللي التزاوج بتاعها او موسم التزاوج بتاعها بيختلف تماما عن باقي الانواع الموجودة عندنا. احنا عارفين ان جميع الانواع الموجودة في مصر موسم التزاوج بتاعها ممكن يبدأ مع يعني من نهاية شهر 3 او من منتصف شهر 3 اللي هو شهر مارس لحد شهر 5. ولكن النوع ده موسم التزاوج بتاعه بيبدأ مع بداية شهر 10. بتبدأ العينات الكبيرة دي ان هي تتزاوج من بداية شهر 10 لحد شهر 1. ده موسم التزاوج بتاع الدساس او السندبوة. الشيء التاني المميز في النوع ده ومش موجود في معظم انواع الثعابين الاخرى، ان النوع ده عندنا من الانواع اللي بتعيش في جماعات. احنا عارفين ان الثعابين كائنات انعزالية وما بتعيش في جماعات، ممكن ان هم يجتمعوا وقت موسم التزاوج او وقت البيات الشتوي. ولكن السندبوة او الدساس سواء الصعيدي او البلدي او اي نوع من انواع الدساس عموما على مستوى العالم، لان هم انواع كتيرة جدا، النوع ده من الانواع اللي بتعيش في جماعات. يعني احنا ممكن نلاقي
قطعة مثلا متر في متر او متر في مترين، ممكن نلاقي فيها 10 15 20 واحدة قاعدين مع بعض في نفس القطعة ديت. فعشان كده بنقول ان هو من الانواع اللي بتعيش في جماعات، ولكن برضو ما بيعيشوش كأسرة. يعني الام ما بترعاش صغارها والاب بيرعى صغاره او كده، يعني مش بيعيشوا مع بعض جماعة كأسرة، ولكن بيعيشوا مع بعض جماعات بان المكان يكون مناسب ان هو ياخد عدد اكبر. لان الدساس بيبقى موجود في اماكن بتكون قحلة جدا، واماكن بتكون جافه، ووارد ان يكون الاجزاء اللي فيها تراب الناعم اللي هي ممكن هي تنزل فيه بتكون قليله. فعشان كده لما بيكون في مكان مناسب في المنطقه اللي بيتواجد فيها الدساس، بتجمع انواع او عينات الدساس اللي بتبقى موجوده حوالين منه. فعشان كده بنلاقيه موجود في جماعات. يعني عايز اقول لحضراتكم احيانا في صيادين ممكن ان هم يحفروا في مكان واحد، ممكن يطلعوا منه 30 40 50 واحده من نفس المكان. في قطعة أرض ممكن تكون ما تكملش مثلا 10 متر في 10 متر، ممكن يطلعوا منها لحد 100 واحدة. ده طبيعي جدا في ثعبان الدساس. ولكن باقي أنواع الثعابين ممكن إن هي تجتمع في وقتين فقط، اللي هو التزاوج، موسم التزاوج، أو البيات الشتوي. ممكن نلاقي 3 4 5 مع بعض، ولكن مش أعداد كبيرة. أما الدساس إحنا ممكن نلاقي 100 دساسة قاعدين مع بعض في نفس المكان. فحبيت ان انا اعرض لحضراتكم ثعبان الدساس الصعيدي. احنا اتكلمنا عنه قبل كده، ولكن حبيت ان انا اوريكم العينات النادره الموجوده. بصوا يا جماعه، شفتوا العضه اللي هو عضها دي؟ العضه ديت في اسنان اهي. هي طبعا مش واضحه هنا عشان اللون، ولكن الاسنان بتاعته بمجرد ما بيعض الاسنان بتاعته على طول بتظهر وبتتخلع، لان هي ضعيفه جدا. ومعلومه مهمه جدا ان جميع انواع الثعابين بتغير اسنانها باستمرار وبتغير انيابها باستمرار. اي سن بيتكسر، اي نب بيتكسر، بيتجدد باستمرار. يعني في خلال اسبوع الى 10 ايام بيخرج مكان السن اللي اتكسر او الناب اللي اتكسر. فعشان كده ده شيء متجدد معاها باستمرار. ودول هنا كده يا جماعة الست عينات بعد ما هديناهم وابتدوا ان هم ملقوش فايدة في الحركة وملقوش فايدة في الهرب، فبدأوا ان هم يوفروا الطاقة بتاعتهم. فوقفوا كده زي ما حضراتكم شايفين عشان يوفروا الطاقة اللي عندهم. وزي ما حضراتكم شايفين كلهم تقريبا نفس النقشة ونفس الشكل. طبعا بيبقى فيه ساعات النقشات ديت تبقى درجات ألوانها بتكون أحيانا مختلفة ما بين الفاتح والغامق، ولكن في النهاية بيبقوا كلهم نفس النقشة ونفس الشكل، يعني بنسبة تتخطى 70%. وكل دول أي واحدة فيهم هنحاول إن احنا نحركها هتتحرك. طبعا هم كده مش ميتين، لأن في ناس ممكن يظنوا إن هم كده ماتوا او حصل لهم حاجه، ولكن طبعا هي اول واحده بتتحرك زي ما حضراتكم شايفين. وادي التانية. وكل ما واحده منهم هتبدا تتحرك هتبدا تعمل ذبذبات في الارض، فالذبذبات دي هتنبه اللي حوالين منهم اللي هم النايمين التانيين ان ابتدى يكون في مساحه من الامان، فيقدروا ان هم يتحركوا. فبتبدا اول واحده، وبعد كده تاني واحده زي ما حضراتكم شايفين، تالت واحدة بدأت تتحرك، وبعدها تبدأ الرابعة وتبدأ الخامسة والستة. كل ما واحدة فيهم بتتحرك بتبدأ تحفز اللي باقيين اللي هم نايمين دول إن خلاص في فرصة للهرب. فاحنا هنتابعهم مع بعض ونشوف هيتحركوا اللي باقيين دول ولا هيفضلوا نايمين زي ما هم. هنا بدأت رابع واحدة تتحرك. أخدت طبعا دقيقة فرق تقريبا بينها وبين التانيين. ومجرد ما تتحرك بعدها بشوية برضو الاتنين التانيين هتبدأ واحدة منهم ان هي تتحرك. ان هما بيشجعوا بعض، بيحسوا بذبذبات بتاعة الارض وبيشجعوا بعض ان خلاص في فرصة للهرب.
وبدأت خامس واحدة ان هي تتحرك، ان برضه حست بذبذبات الارض. واخر واحدة فاضلة معانا الكبيرة، ولكن من وضعيتها اللي هي قاعدة فيها دي ما اظنش ان هي هتتحرك، لان دي مش وضعية خوف. الوضعية اللي قاعدة بيها دي قاعدة براحتها وقاعدة شايفة الدنيا حوالين منها، فمش وضعية خوف. لكن الوضعيات اللي هم كانوا واخدينها التانيين دي كان كلها وضعيات خوف، فعشان كده اتحركوا. ففي الختام أتمنى أن أكون أفدت حضراتكم، وأتمنى دعواتكم معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.